السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده ما تنسونيش باللايك، ولو كنتوا لسه جداد معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان أول ما ننزل أي فيديو جديد يوصلكوا إشعار بأننا نزلنا فيديو جديد. وشكرا ليكم على تعليقاتكم الجميلة والمحفزة دي، ولو عايز تعليق يظهر الفيديو الجاي فانزل اكتب لي تعليق جميل وإن شاء الله في الفيديو الجاي يظهره لك. ودلوقتي يا شباب خلينا ندخل في الفيديو بتاع النهارده، والفيديو بتاع النهارده انا هقول لك طريقه اضافه فريق النادي الاهلي للعبه دريم ليج 2019. وطبعا هتلاقي فريق النادي الاهلي باخر الانتقالات، يعني من الانتقالات اللي هتلاقيها في الفريق اللاعب ميكيسوني وبيرسي تاو والمهاجم حسام حسن واحمد عبد القادر واللاعب كريم فؤاد، كلهم هتلاقيهم موجودين في فريقك. وهنستعرض كل الانتقالات لما نحمل اللعبه، مش بس الانتقالات حتى الاطقم هتلاقي النادي الاهلي باخر الاطقم. هنستعرض الاطقم والانتقالات لما نضيف الفريق. ودلوقتي خلينا ندخل في طريقه اضافه الفريق. وفي طريقه اضافه الفريق هنحتاج برنامج اسمه زي ارشيفر عشان نفك ضغط الملف. وبرنامج الزي ارشيفر دوت هكون سايب لك الرابط بتاعه في الوصف. وهنحتاج لعبه دريم ليج 2019. طبعا لو عندك لعبه دريم ليج 2019 مود الاهلي، مود برشلونه، مود لعبه دريم ليج 2022، يعني لو عندك اي مود للعبه فتقدر تضيف الفريق بدون اي مشاكل. وطريقه اضافه الفريق هتكون كالاتي: هتدخل على برنامج زي ارشيفر. برنامج زي ارشيفر هيفتح معاك بالواجهه دي، فهتروح لمجلد اسمه داونلود، هتلاقي الملف دوت، والملف دوت هكون سايب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو. فبعد ما بتحمل الملف دوت فبتضغط عليه ضغطه واحده هظهر لك قائمه بالشكل دوت، فهتضغط على رابع خيار في القائمه دي واللي هو خيار استخراج. بعد كده هتروح لذاكره الهاتف، بعد كده اندرويد، بعد كده مجلد داتا، وهتعمل له لصق من خلال الدايره الخضراء دي. لو ظهرت لك قائمه بالشكل دوت فتضغط على تطبيق على جميع الملفات، بعد كده استبدال. لو ما ظهرت لكش فالملف هيبدا يستخرج بالشكل دوت وبدون اي مشاكل. فزي ما انت شايفين شباب الملف بيستخرج قدامكم، وبعد ما الملف بيخلص استخراج فبتخرج من برنامج زي ارشيفر وبتفتح لعبه دريم ليج 2019. وزي ما انت شايفين شباب هنا لعبه دريم ليج 2019 فتحت. فخلينا نروح لخيار الكارير، وخلينا شباب نروح للفريق. زي ما انت شايفين شباب هنلاقي فريق النادي الاهلي باخر الانتقالات، واول الانتقالات الجديده يا شباب اللي هو اللاعب ميكيسوني. زي ما انت شايفين شباب ميكيسوني موجود في الاهلي. والانتقال اللي بعد كده واللي هو اللاعب بيرسي تاو، والانتقال اللي بعده يا شباب واللي هو اللاعب احمد عبد القادر، والانتقال اللي بعده واللي هو اللاعب حسام حسن، والانتقال الاخير معانا واللي هو اللاعب كريم فؤاد. ودي يا شباب احدث الانتقالات الموجوده في الاهلي. وزي ما انت شايفين شباب فريق النادي الاهلي موجود كامل. عندنا محمد شريف، عندنا محمد مجدي قفشه، عندنا يا شباب طاهر محمد طاهر، عندنا بدر بنون، عندنا ايمن اشرف، عندنا علي معلول، عندنا الشناوي، وعندنا يا شباب على التبديل صلاح محسن، وهنا يا شباب عندنا محمود متولي، وعندنا رامي ربيعه، وعندنا حسين الشحات، وعندنا مصطفى شوبير، وعندنا شباب محمود وحيد، وعندنا شباب علي لطفي، وعندنا ياسر ابراهيم، وهنا وليد سليمان، وعندنا شباب حمدي فتحي، وعندنا شباب السولية، وعندنا ناصر ماهر، وعندنا هنا شباب اديانج، وعندنا نبيل كوكا، وعندنا اكرم توفيق، وعندنا كهربا، وعندنا محمد هاني. فزي ما انت شفت شباب فريق النادي الاهلي باخر الانتقالات. دلوقتي شباب خلينا نروح لاستعراض الاطقم. وزي ما انت شايفين شباب هنا عندنا اخر اطقم النادي الاهلي. زي ما انت شايفين شباب دوت التيشيرت الاول، ودوت التيشيرت الثاني، ودوت التيشيرت الثالث، ودوت تيشيرت الحارس الاول، ودوت تيشيرت الحارس الثاني. وزي ما انت شفت شباب اطقم الحراس واطقم اللاعبين كلها اخر الاطقم وخاصه بالنادي الاهلي. برضه شباب لو جينا نخرج هنلاقي شباب شعار النادي الاهلي موجود في اللعبه بدون اي مشاكل. فزي ما انت شفت شباب ضفنا فريق النادي الاهلي بالكامل باخر الانتقالات وباخر الاطقم، واستعرضت لكم الانتقالات والاطقم. فبس يا شباب كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو دوت. في النهايه حابب اقول لكم اللي عمل التشكيل دوت هكون سايب لك رابط قناته في اول تعليق. فبس يا شباب كده اكون استعرضت لكم كل حاجه في الفريق. فالى هنا انتهى الفيديو. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش باللايك، ولو كنتوا لسه جداد معانا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار باننا نزلنا فيديو جديد. ولو عندكم اي استفسار فرابط الانستجرام بتاعه في وصف الفيديو للتواصل. يلا يا شباب اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي لكم، سلام.